الآن مع سهر الليالي. سهر الليالي، سهر الليالي. إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة. من زمان والإنسان هو الإنسان، كل عطاؤه كل وفاؤه فيها لمحة من فنان. حتى نجاحه مش بس مرهون بسلاحه، لازم فيه وياه إحساس يقدر يحضن كل الناس، الحيران ويا الفرحان. إنسان بدرجة فنان. سهرة مع انتصار غريب. من فضل الله علي سبحانه وتعالى ان وهبني او ان انا اكتشفت في نفسي او الغير اكتشف فيا موهبة الكتابة والشعر والأدب وحب القراءة. دي نقط كثيرة جدا وهبات كثيرة من الله سبحانه وتعالى غيرت مجرى حياتي وخلتني غير مستقبلي كله من حب الأساسي وهو الهندسة إلى حب الكلمة والإعلام والمعاني الجميلة اللي تنفع المجتمع والناس. هو شاعر نسج من الكلمات حلما يطير، يحلق في سماء الإبداع عبر الأثير، وعن هموم الوطن هو معبر وسفير. إنه الشاعر والإعلامي صلاح الدالي. في ناس بتخلق من الألم قوة، وناس بتخلق من الدموع سكة. في ناس بتخلق من الألم قوة، وناس بتخلق من الدموع سكة. بتمشي عليها بعديهم خلايق مؤمنة بيهم، بتمشي عليها بعديهم خلايق مؤمنة بيهم. دنيا دنيا. الشاعر والإعلام الكبير الأستاذ صلاح الدالي. يعني الهندسة الزراعية، المهندس الزراعي صلاح الدالي، هل ضل طريقه أم وجد طريقه الصح في الشعر والعمل الإذاعي ثم الإعداد التلفزيوني؟ أنا لقيت نفسي في الشعر والإعداد التلفزيوني أكتر من أي حاجة تانية في الدنيا دي كلها. يعني كان شغل الزراعة هو اللي كان شغلي بحكم المجموع. يعني أنا كان أصلا رغبتي إن أنا أخش كلية هندسة في البدايات خالص، ولكن دخلت في كلية الزراعة، وده كان من حسن حظي إن أنا دخلت كلية الزراعة، كلية أنا ما كنتش حاببها. فبدأت إن أنا عشان أعوض هذا فاتجهت إلى العمل الطلابي اللي هي اتحاد الطلبة الأنشطة الطلابية. الأنشطة الطلابية. كنت أنا عضو اتحاد طلبة، وكنت في لجنة ثقافية وسياسية في كلية الزراعة جامعة القاهرة.
الكلام ده كان سنة 71 و72. وبدأت إن أنا كان في كليات زراعة جامعة القاهرة وكل جامعات مصر يعني في حاجة اسمها الدورة الزراعية. فكان الدورة الزراعية كل كليات زراعة في مصر بتجتمع في جامعة من الجامعات. وكان لحسن حظي إن أنا كنت موفد من كلية، أو كنت ضمن وفد كلية الزراعة جامعة القاهرة في الدورات الزراعية دي في النشاط الطلابي. فكنت كشاعر بنخش مسابقات بين طلبة كليات الزراعة في الجامعات دي كلها. فالحمد لله في بعض الدورات خدت المركز الأول أو الثاني. فده شجعني إن أنا أستمر في كتابة الشعر أكتر. ويمكن كمان العمل في الزراعة بيعلم الإنسان الصبر، بيعلم الإنسان والهدوء. الصبر والجمال. والجمال. والهدوء طبعا، والراحة النفسية. إن إحنا حتى في كلية الزراعة كانت يعني لما مثلا في دراسة البساتين أو دراسة يعني المحصيل أو أي حاجة من الحاجات دي كلها، كان اهتمامنا بالطبيعة أكتر من أي حاجة تانية. فده اللي خلق جوانا المشاعر أكتر يعني. إذن دخول كلية الزراعة جاب نتيجة. إن حضرتك رب ضارة وجدت النافعة. بقى طريقك الحقيقي رب في ضارة الشعر. النافعة. إذاعة الشباب والرياضة طبعا بيتك. ده مش بيتي وبس، ده بيتي وصاحبة الفضل. ويعني لو أنا قعدت أحكي عن إذاعة الشباب والرياضة، لأن أنا الحمد لله وكان ليا الشرف يعني إن أنا أبدأ يعني من الخارج طبعا في إذاعة الشباب والرياضة منذ بدأت في أول يوم. منذ تأسيسها. منذ تأسيسها. وكان رئيسها الأستاذ إيهاب الأزهري، وكان راجل محترم ومحتوي للمواهب. وكان إذاعة الشباب والرياضة الكبيرة الضخمة دي اللي الحمد لله يعني وصلت للآفاق يعني، كان كل المذيعينها برئيسها كله في غرفة واحدة في الدور السادس. فأنا ومعرفش حد فيها، فدخلت على الأستاذ إيهاب الأزهري مباشرة بقول له أنا شاعر. فقال لي طب، فتح الكشكول اللي انا مديهوله فعجبه الشعر، الله يرحمه. فقال لي انتظر صلاح الدين مصطفى جاي. فصلاح الدين مصطفى لسه ساعة وليدة، الحمد لله هو صديقي الى الان يعني. فصلاح الدين انا منتظر صلاح الدين مصطفى. جه صلاح الدين مصطفى على الجنب، وانا ما اعرفش، انا فاكر ان هو راجل كبير في السن اللي هياخد بايدي، تشاب زيي. قعدنا مع بعض بقول له هو صلاح الدين مصطفى مش جاي دلوقتي؟ قال لي انا صلاح الدين مصطفى. ومن هذا اليوم سنة 76 الى الان احنا اصدقاء انا وهو الى الان. يعني في حديثنا التلفزيوني، في حديثنا الاذاعي، قدم لي برامج كتير جدا جدا في اذاعه الشباب والرياضه. ومن الشباب والرياضه حضرتك يعني مش عايزه اقول سبت الشباب والرياضه، لا انا ما سبتش الشباب والرياضه لكن خالص. انت حاولت ان انت تقدم اكتر. انا دخلت يعني قدمت في اذاعات تانية بعض طبعا في الشرق الاوسط. الأعمال. قدمت من اكبر البرامج اللي قدمتها خدعوك افقاله، اللي استمر سنوات وسنوات كان شهير يوميا جدا طبعا. في اذاعه الشرق الاوسط وصوت العرب. وبعدين ما ننساش برضك فضل اذاعه الشعب. اذاعه الشعب الاول اللي كانت رئيسها طبعا مدام امال العناني دي، برضك صاحبه فضل عليا الاستاذ طاهر السعيد. امال العناني دي كانت نائب رئيس اذاعه الشعب، ثم رئيس إذاعة القاهرة الكبرى، فانتقلت معهم لإذاعة القاهرة الكبرى كتبت فيها. وثم صوت العرب طبعا والأستاذ حمدي الكنيسي وصعيص. فالحمد لله يعني إن أنا كانت الأبواب كلها مفتوحة لي بالموهبة. هي طبعا برامج شهيرة جدا. أستاذ صلاح الدالي الشاعر ما سابش. الشاعر صلاح الدالي يعني كان بيتعمل لك برامج مخصوص لتقديم أشعارك. كان مدام فتحية القناوي، مدام فتحية القناوي عملت لي 30 حلقة في رمضان بعنوان مهرجان الزجل. مهرجان الزجل كتبت فيه 30 حلقة زجلية الله يرحمها. والصوت الإذاعي طروب الأستاذة حكمة الشربيني كانت قدمت لي أشعاري في صورة شعرية في إذاعة شعرية. أيوة. والأستاذ علي عيسى طبعا. الأستاذ علي عيسى يعني دي كانت المفاجأة الكبرى. إني أنا بفتح الراديو، كان في برنامج اسمه موسيقى بالكلمات، فأنا بحب أسمع صوت الأستاذ علي عيسى في الأشعار بتاعته. كان رصين يعني في بيضيف للشعر. ففوجئت بقصيدة أنا كاتبها وكنت اديتها له من فترة، فمش متوقع بقى إنه ياخد باله منها. والقصيدة دي أنا بحبها، اللي هي يعني
حتى في كل مكان بلاقيكي مالية الدنيا بسحر عينيكي، حتى الشمس بحس بتطلع بس عشان لحظة تدفيكي. يعني الشمس دي ما بتطلعش غير لحبيبتي يعني. فبصيت لقيت القصيدة دي بتذاع في إذاعة شباب رياضة. يعني الإذاعة تعتبر هي صاحبة الفضل في إخراج إبداعات أستاذ صلاح الدالي، اللي من خلالها انطلق بقى في الفضائيات والتلفزيون. حضرتك خرجت من ثقافة الإذاعة ومن خبرة الإذاعة، عملت نقلة في برامج التلفزيون. الحمد يعني لله. برنامج حوار صريح جدا ده يعني أثر يمكن في أجيال كتير من المعدين ومن مقدمي البرامج. يعني هو كان مدرسة في بدايته. مدرسة. حوار صريح جدا جدا، كلام مريح جدا. عرفت كم امرأة؟ كتير. ليه بيقولوا عليك انك مستفيد فوري؟ تزوجت كم مرة؟ مهما قعدت اسكت مش هضرب في حقه. انا قايم ومعايا سليم تماما. خطوبتك من فنانة شابة حقيقة ام اشاعة؟ يا سلام، لما حد يقول على برنامجك حقيقي تقبل؟ انا بقالي من 3 ايام مش عارف انام منين. حضرتك قلت ان كل الجماعات الارهابية تفرعت من الاخوان المسلمين. بلا شك ده كلامك؟ ده اللي انا هقوله. رمضان حصري على التلفزيون المصري. أعماله التلفزيونية توحي بطبيعة شخصيته، وهو الذي أعطى للمعد التلفزيوني أهميته ومكانته، حيث إن أهم طرف مشارك في أي عمل تلفزيوني هو المعد، لأنه الفكر وهو الموضوع. ولذلك اشتهر صلاح الدالي كمعد تلفزيوني بارع، يقرأ كثيرا ويكتب كثيرا، ولديه شبكة هائلة من العلاقات الاجتماعية والإنسانية، مما يتيح له إثراء برامجه التلفزيونية. ده كلام الدكتور عادل صادق في مقدمة كتاب حضرتك قالوا عن الصحاف. اللي هو مقصود به سعيد الصحاف، كان وزير إعلام وزير الإعلام العراقي في الحرب على الكويت. الحقيقة الدكتور عادل صادق الله يرحمه يعني أسعدني. هو أنا كنت بتصل بيه عشان أخد رأيه في التحليل النفسي لشخصية الصحافة. قال لي فكرة كويسة جدا. قلت له هعملها في كتاب. قال لي هكتب لك مقدمة الكتاب. هو هنا بيقول رأيه كمان في الإعداد. مدرسة صلاح الدالي في الإعداد. الحمد لله يعني اللي كانت انطلاقة للتلفزيون والجيل من المعدين بعد كده. دي ما هي احنا الأول كان الإعداد التلفزيوني مجرد أسئلة مرسلة. ما كانش بحث وأرشيف. السؤال اللي احنا بنسميه اول سايز لما كنا بنتدرب في معهد التدريب الإذاعي، وحضرتك طبعا درست. طبعا أنا درست مع الإذاعة والتلفزيون وعد. اللي هو السؤال اللي ينفع لأي ضيف. إنما حضرتك بدأت تعمل ملفات لكل ضيف عندي في البيت. كل الأرشيف الصحافة اللي موجود في الصحف أنا اشتريته وحطيته عندي في الأرشيف في البيت، وأرشيفته دلوقتي على الكمبيوتر. وعندك كمان مكتبة كبيرة فيها وعندي كتب. مكتبة فيها آلاف الكتب. يعني في غرفتين. آلاف كتب، لأن في رأيي إن المعد والكاتب الذي يتصدى للفكر إن لم يقرأ فلا داعي أن يكتب. لأن القراءة هي زاد الكاتب. مع صفاء أبو السعود ولقاء عاطف جبران في ساعة سفر. من 100 برنامج. طبعا الإعلام الكبير صلاح الدالي أثرى بيها القنوات كلها المصرية والعربية. البرامج الناعمة زي سهراية، ساعة صفا، الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود. البرامج اللي فيها حوارات يعني مسلية، بالإضافة لبرامج سخنة جدا وصعبة جدا، وكان فيها يعني قضايا كانت صادمة للمجتمع، زي ذكرنا قبل كده حوار صريح، في حوار ساخن جدا،
في اختلاف على الهوى، ده كان في قناة عربية سعودية، في ضرب نار، طلب حضور طلب حضور. يعني بحس ان الاستاذ صلاح الدالي متنوع. ونوعية برامجك كمان اللي هي بنقول اسئلة ساخنة وفيها قضايا، ما توحيش بالطبيعة الهادئة جدا للإعلامي والشاعر الرقيق صلاح الدالي. هو بيقول النار تحت الرماد يعني. فأنا يعني حبيت إن النوعية الساخنة جدا جدا من البرامج، حتى محرك الماء الساكن بتاع البرامج، كانت البرامج كلها هادية، رتم واحد، ما فيهاش مجرد حوار. فأنا يعني فكرت ساعتها أنا ومنى الحسيني إن إحنا نغوص في الشخصية نفسيا كمان ومعلوماتيا وطبعا وصفاء ابو سعود بدك حوار سعد صفا كان ساخن جدا جدا، وكنا بنجيب يعني بلاوي الضيف كلها، يعني مع احترامنا لضيوفنا لدرجه ان بعض الضيوف كانوا يسيبونا ويمشوا ونجيبهم تاني. فالنوعيه دي كانت ليها فتره من فترات الحياه. بس المدرسه ديت اللي الاستاذ الاعلامي الكبير صلاح الدالي يعني بدأها، اتحولت مع بعض الناس الى خلاص بقى افرقع، يعني اعمل اي حاجه تجذب المشاهد وبيع اعلانات. معظم البرامج فهموها غلط يا استاذ صلاح، فهموها غلط. معظم البرامج اللي موجوده دلوقتي على الساحه من غير ذكر اسماء متاخده من حوار صريح جدا ومن طلب حضور. طلب حضور بالتحديد اتلطش، طلب حضور اتلطش كمان اتسرق. وانا كلمت صاحب القناه وقلت له ان طلب حضور مسروق، فكلمني المذيع مش عاوز اقول اسمه عشان ما يعني هو صديق برضه، فوصلنا للحل ان عشان يرضيني ان يكتب على البرنامج فكره صلاح الدالي، وبرنامج مهمه خاصه برضه ومهمه خاصه اتسرق مني برضه. وللاسف ان اللي قدمه جالي البيت وخد الفكره من البيت. وعلى فكره الافكار دي كلها انا مسجلها حقوق الملكيه الفكريه، واقدر ارفع قضايا على الناس واكسبها. بس وبيجي يعتذروا، وكل واحد يعني اللي سرق مني مهمه خاصه والده صديقي، ويعني فما قدرتش اتكلم يعني. برضو استاذ صلاح الدالي، يعني حضرتك بتحب دايما، كنت من بداياتك وعملك في الاذاعه ان انت تقدم تاريخ مصر وحضاره مصر. اخر برنامج بتعمله في قناه فضائيه اسمه ام الدنيا. ايوه ام الدنيا. وعلى فكره انا بدات هذه الرحله في حب مصر يعني مع مدام جانيت فرج سنة 92، وقدمت بستان الكلام، وقدمت برامج سياحية مع عن مصر كلها. وحاليا بنقدم أم الدنيا ده لفينا مصر كلها على بالصوت والصورة، وأظهرنا محاسنها كلها يعني. لكن إذاعة الشباب والرياضة كانت البداية طبعا، برنامج حدث لم يتكرر، كان في إذاعة الشباب والرياضة، وحدث لأول مرة كان في إذاعة الشباب والرياضة. وبعدين أنا قدمت أنا وسهير الباشا حوالي 12 برنامج في شتى المجالات. كنا ننزل يعني تأشيرة وزير، على باب الوزير، كل ده احنا عملناه في إذاعة الشباب والرياضة. يعني بناء على الثقافة الكبيرة جدا اللي الإعلام الكبير صلاح الدالي لمها، والأرشيف اللي قلت لي عليه، والمكتبة الكبيرة. المعدين النهاردة في كتير منهم يعني أقرب للريجيسير، يعني يطلب الضيف تعالى وافتح الحوار والمذيع يقعد يا عيني. طبعا هو يعني زمان كنت أنا المعد الوحيد في البرنامج. كنت أكتب واجيب الضيف واعمل ارشيفي كل حاجه. طيب. دلوقتي 10 معدين في البرنامج الواحد. الفتره اللي حضرتك كنت عضو لجنه جوده المحتوى المهنيه باتحاد الاذاعه والتلفزيون، اكيد لقيت يعني حاجات خضتك، حاجات مختلفه عن اللي انت علمت اجيال في الاعداد وفي بناء محتوى للبرامج. كان فيه قيمه زمان، كان زمان في قيمه، واحنا بندرسه ده في معهد الاذاعه والتلفزيون، وفي المعاهد الاذاعيه التدريب الاذاعي والتلفزيوني في خارج التلفزيون كمان. وحضرتك مصمم كمان قنوات تلفزيونيه. انا شاركت في ببناء عده قنوات تلفزيونيه. يعني من الصفر الى ان نهضت، ودرست في معهد الاذاعه والتلفزيون وغير تلامذتك منتشرين بنفس مدرسه صلاح الدالي. وانا عندي مدرسه خاصه بتاعتي كمان. يعني
ليها ناس بتوعي بعيد عن اللي هم بيشتغلوا معايا وبيطلعوا يشتغلوا بعد كده في القنوات. لكن مع الأسف في ناس بتتعين ما بتبقاش واخدة كورس في مبادئ الإعداد. الإعداد أصلا مش مادة أساسية بتدرس. يعني دلوقتي أي حد للأسف إن يخش يبقى معد، يبقى الأول مساعد معد وبعدين يبقى معد ومع رئيس تحرير وبعدين يبقى معد. ولذلك تبص تلاقي في تترات البرامج 10 رئيس تحرير و10 معاه، ورئيس تحرير ده أراهن منه وأنا أتحدى يعني إن لو قدر يعد برنامج لوحده تبقى وظيفة وهمية كمان. بتبقى يعني في حاجات كتير سبوبة. يعني الرئيس عشان ده يعرف ده وده يعرف ده رئيس تحرير ويجيب معاه 4 5 معدين. هتشوفي ده على التترات كلها. احنا زمان كنت انا بشتغل لوحدي، البرنامج اوله لاخره برامج كبيره وبرامج ضخمه، وكان ولذلك الاعداد زمان غير الاعداد دلوقتي. دلوقتي الاعداد كل واحد بيقدم، لذلك كل برامج التوك شو اللي على الهوا دي مش محتاج كمل المعدين ده كله. يعني ايه بيجيب ضيف على الهوا ويخش، انما ما بيجيبش الماده كمان. يعني تلاحظ ان المذيعين كمان ما اعتقدش ان هم بيعتمدوا على الاعلامي على المعدين اعتماد كلي فيما يكتبونه، يعتمدوا عليه ان هم يجيبوا لهم ضيوف، والمذيع يتدخل كمان في اختيار الضيوف. زمان كان المعد له شخصيه، كان يفكر، يكتب فكره، يفكر في الموضوع، يفكر في الضيوف. بالاتفاق، وكنا بنتفق انا والمذيعات اللي معايا ولكن او المذيعين اللي معايا، ولكن كان المعد ليه شخصيه. حضرتك كتبت تقرير عن المحتوى للإذاعات وكان مفيد جدا ساعتها. احنا كنا يعني المفروض ان كل إذاعة، كل محطة تلفزيونية عندما انشئوا كان يبقى كل محطة تلفزيونية لها هوية، وكل قناة محطة إذاعية لها هوية. دلوقتي التقليد أصبح ما بين القنوات وما بين الإذاعات، ودلوقتي ضاعت الهوية الإعلامية والإذاعية والتلفزيونية. دلوقتي الإذاعات بقت زي بعضها، مع إن هوية إذاعة صوت العرب غير هوية إذاعة الشباب والرياضة غير إذاعة القاهرة الكبرى، إنما دلوقتي بقى كله يقترب من بعضه. ما تقدريش كنت زمان تفتح الإذاعة تعرف إن دي صوت العرب أو دي أو كذا من هويتها، أو المحطة التلفزيونية. دلوقتي كله بيقلد بعضه، كله عاوز يبقى زي بعضه، وكله عاوز يخش في برامج التوك شو. حتى انا ممكن كله يخش في برامج التوك شو مفيش مشاكل، بس يبقى المحتوى يختلف عن المحتوى. مثلا المحتوى في القنوات الإقليمية غير محتوى القنوات الرئيسية غير في القنوات الفضائية، يختلف. تملي جوه قلوب الناس إحساس وزمان ومكان وبشر، فيه قلب يسيع وقلب يبيع وقلب تعامله تحسه حجر. في ناس بتعيش في القلب زمان وناس ما تسيب في القلب أثر. ديوان قلوب الناس آخر ديوان للشاعر صلاح الدالي. يعني كل الأعمال التلفزيونية ديت هتبقى عبر الأثير ممكن تتنسي لكن الكتاب الديوان يعيش. يعني كان قلوب الناس كان انا طبعا ما كنتش بفكر ان انا اعمل ديوان شعر، ولكن بردك بعض الاصدقاء ودور نشر يعني فقالوا لي بتعمل ديوان شعر، فعملت اول ديوان كان من قلبي. ومن قلبي الحمد لله يعني نفذت الطبعة الأولى، وخدوه كمان في وزارة التربية والتعليم، يكون في مكتبة وزارة التربية والتعليم. وأنا ما قدمتش إن هو يكون في وزارة التربية والتعليم، إنما نزل في الكتاب بتاع وزارة التربية والتعليم، لأني كان عاطفي، فقلت طب هياخدوه يحطوه في مكتبات وزارة التربية والتعليم إزاي؟ هو الجميل إن حضرتك كل ديوان له طابع. يعني في ناس بتجيب قصائد عاطفية على اجتماعية على وطنية وتعمل ديوان، لكن قلوب الناس مميز، ده اجتماعي وطني معروف وطني. من قلبي كان عاطفي طبعا. عشق السرقة فصحى.
يعني بحدد مصمم. نفسي، بحدد مجموعه القصائد. منظم انت يا استاذ صلاح طول عمرك. مهم جدا ان انا حتى يعني اكون الهويه واضحه لكل شيء. يعني انا عندي دايما حتى البرامج بتاعتي لازم يكون كل برنامج له هويته، كتابي يبقى كل كتاب له هويته. والله في كل مكان بلاقيكي، مالية الدنيا بسحر عينيكي، حتى الشمس بحس بتطلع بس عشان لحظة تدفيكي، حتى الزهر بشوفه بيضحك لما يحس حنان في ايديكي، حتى الدنيا بشوفها جميلة بحبك ليا وحب انا ليكي. شوفي عينيا ازاي عايزاكي، شوفي ازاي مشتاق اليكي، قلبي كمان هيطير من اللهفة، ليل ونهار بيفكر فيكي، بعد ده كله ازاي يا حبيبتي، بس في لحظة ما غيرش عليكي. يا منايا يا عمري الغالي، يا عقلي وروحي وقلبي كمان، تتصوري لما ابعد عنك عمري ما احس في لحظة امان، يتهيألي حاجات يا حبيبتي لو هوصفها تقولي جنان. حبك مش جنني وبس، حبك خلق فيا حنان، بس الحب ده شيء يا حياتي رغم حلاوته ملان أحزان. الحب الطاغي، قصيدة في ديوان من قلبي، ديوان عاطفي جدا، رقيق جدا بشعر العامية، بيعكس فعلا شخصية الشاعر الرقيق صلاح الدالي. الحب المستبد. دي يعني هي بتعكس بعض شخصيتي في فترة من فترات حياتي. كان طبعا الحب طبعا بيملك عننا في حياتنا كل شيء يعني. أكيد. وهو الحب كان نقطة تحول كبيرة في حياتي أنا شخصيا. ملهم. يعني. كان ملهم، وكان يعني نقطة تحول حتى في شغلي في كل حاجة. الحب. وما زال طبعا. الحب يعني الأول طبعا. يعني نمسك الخشب، الشاعر والإعلامي الأستاذ صلاح الدالي، ما زلت برضو معطاء في مجال الشعر برغم كل مشاغلك اللي احنا ذكرناها ديت، لكن لسه مصر على كتابة الشعر وعلى ان انت تطبع دواوين. انا يعني من كتر يعني انا هقول حاجة خاصة، انا ملهمتي الاولى في الشعر هي التي تزوجتها. جميل. وهي ما زالت معي وما زلت بكتب لها. جميل ان انت تتجوز اول حبك. اعشق السرقة. اول ديوان كان فصحى، يعني البدايات البكر للشاعر صلاح الدالي. لم أذق طعم الهوى إلا من عينيك أنت، فافتحي للحب قلبك وافهمي سري وصمتي، واقرئي في العين شوقا عله يدنيك مني، واسمعي من قلبي همسا إنه نجوى التمني. ليس في العشاق مثلي، إنني فقت المثيل، قد وسطت القلب دونك، بل ولم أرضى البديل، فلن يثنيني صمتك أو صدودك يا بخيلة، فهواي فوق قدري فوق كل المستحيل. حبيبي يا عمرنا كل جراح، لو كنت حبيبك سيبنا ارتاح. حبيبي يا عمرنا كل جراح، لو كنت حبيبك سيبنا ارتاح. انا رايح فين انا راجع تاني، انا مش هنساك ولا قلت
بشكر الشاعر والإعلامي الكبير الأستاذ صلاح الدالي، صاحب مدرسة الإعداد الحر المحترم، صاحب الملفات اللي عمرنا ما هننساها أبدا في الإعلام المصري والعربي. أنا اللي بشكرك جدا جدا جدا، والحقيقة يعني هذه الحلقة لن أنساها أبدا، ودي تاريخ، وأنا بشكرك جدا جدا عليها وعلى إدارة الحوار. كل الشكر مرة أخرى للأستاذ صلاح الدالي الذي استحق وعن جدارة لقب إنسان بدرجة فنان. هذه تحياتي انتصار غريب، وتحيات أحمد خلف من الهندسة الإذاعية. لو يوم حسيت بغيري، لو يوم حنت لغيري، صدقني مش هلومك لو قابلك حب تاني.